نوضوا فينا السكر يا ولد. ناري الفرحه اللي عند الجزائر اليوم اكثر من ما عندكم في السنغال. ولد قلبي يسكت، ولد قلبي يسكت. هاد السنغاليين وحق الله الا عطاونا واحد الدرس اللي حنا المغاربه خصنا نستافدوا منه. الخبط الكروي اللي كاين في افريقيا راه ما كاين في حتى شي قاره، راه ما كاين في حتى شي كاس، لا ديال اوروبا لا ديال امريكا لا ديال اسيا لا فين ما مشيتي الفضاء ما تلقاش هاد الخبط اللي كاين في افريقيا. حيت الناس في الاخر غيعقلوا عندنا حنا ربحنا. هادشي اللي غادي يبقى في التاريخ، فهمتيني؟ كيفاش علاش داكشي تيتنسى كامل. اش داروا المغاربه؟ مشاو تيحزروا فيهم اللاعيراجي وكذا باش يقادوهم، زعما راه بيضربوا البيت وبينا نميزيو البيت. اش وقع راكم عارفين. خوتي صباح الخير عليكم. واقيلا دابا ما نعستوش بحالي. اش غنقول لكم خوتي المغاربه، خصنا نتمعنوا في هادشي اللي وقع مزيان ونحلوه مزيان ونفكروا مزيان، لانه راه ما يمكنش. اقسم بالله الدراري حتى من مورا هذا الماتش ديال المغرب بالضبط من مورا البيلانشي ديال ابراهيم، الا ما فهمتيش باللي الكره كامله سيناريوات. هذه رساله لفوزي القجع، ربما راك خديتي درس من هاد كاس افريقيا اللي كانت منظمه هنا في المغرب، وكنظن ان هذا الشيء اللي وقع ما غاديش يخليك مره اخرى تحط مينا في الترشيح، لان هذه النسخه ديال كاس افريقيا خلاتنا كنشوفوا ان الافارقه ما يستاهلوش. الا فكرتي شي نهار تحط ملف ديال الترشيح حطوا على كاس العالم ديال الانديه، غادي نجيو عندك ناس واعيين وفاهمين. انا ما كرهتش والله، ما كرهت المغرب ما تبقى تنظم حتى شي حاجه في هادشي ديال افريقيا، وما كرهت والله ما نكذب عليكم ما تبقاش تلعب افريقيا كاع. وانسى الوحيدين الناس اللي تشجع في المغرب، والباقي كله واقف يترصد ويستنى سقوط المغرب. ياه حقدكم وكرهكم وبغضكم خيت. وتدري فيفا الجيري، واليوم تبات تبكي المروكي. وهادشي كامل دارو قجع. ملي بالك ساديو ماني مشى للفيستير عيط على صحابو، صد تم صد. اش خليتيه يجيبهم ليش؟ خوتي والله ما نكذب عليكم، اقسم بالله العلي العظيم ملي ضيع البيلانتي دياز صافي انا مت في بلاصتي، ما قدرتش نكمل الماتش. شوفي واقف انا دابا كنشوف، والله ما نقدر نشوف التلفازه بالله ولا نستحمل داك الشيء هذاك. روبرت جرين تيقول لك فواحد القاعده: اسحق اعداءك دون رحمه، وهذه خدامه في جميع المجالات، وحنا وقفنا عليها اليوم وما طبقناهاش. ألف 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 مبروك لمنتخب المغرب على الخسارة، وطبعا عشان احنا وطن عربي وإيد واحدة كنا بنشجع السنغال زي ما انتم بتشجعوها ضدنا، ومبروك عليكم بطولة أفريقيا الواحدة واحنا 7 أفريقيا. الحمد لله رانا فرحانين من اعماق القلب السيرين، الحمد لله كنتوا غلطونا بكلمه خاوه كنتوا تقروا فينا في الامان. السلام عليكم الاخوان. بالنسبه للخساره اليوم هذا المنتخب، انا اول حاجه غنقولها هو بقاو علينا الكولاسه. شوف، احنا في واحد القاره ديال الجبناء. المغرب كيبغي يطلع النيفو باش يوصلهم ويعطي صوره على افريقيا بروبر نقيه، وهما كيبغيو يرجعونا اللور العهد ديال الناموس والضفادع والافاعي. ما فهمتش صراحه. تقبل الخساره ما كايناش، تحرميات في الكره. بس ابراهيم والله الا حرام عليك من رب الجليل، الا حرام عليك قسما بالله. هذاك ديال ديك التيره ضربوا دخلوا هو والشبكه، حرام عليك اصاحبي قسما بالله. 40 مليون العالم كيتفرج دابا، عاد بغيت طلوبيها ولا بيشليت ولا سميتو بين مالك. عصبتينا اصاحبي، عصبتينا كاع. جاب ربي بيلانتي صيدتيه كنتي غابر، جاب ما بقى خرجتينا على ايماننا كاع اصاحبي. والله ما نكذب عليكم، صافي 4 سنين نلعبوا كاس العالم، تاهلنا مزيان ما تاهلناش حبس اخويا صافي بارك. راه الخبط اللي كاين في افريقيا راه ما عادش مهم، راه سنين وهو واقع بحالو، راه ماشي غير حتى لدابا. راه الفينال ما كنتش متوقع فيه شي حاجه زوينه غطراو هادي وهادي، كنت متوقع الخبط، والمدرب بين على الخبط قبل من الماتش في الندوه الصحفيه. اول مره في حياتي كنشوف مدرب يتحكم في المباراه.
حتى اليوم ما زال في تحكيم كرة الإفريقية مع الأسف الشديد. كيف يعقل للمدرب أنه يفرض قراره أو يخرج اللاعبين أو أنه يعطي الإشارة يخرج اللاعبين من أرضية الميدان؟ حل بسيط، غتصفر في صالح المنتخب اللي فاز، في صالح المنتخب اللي مازال باقي على ارضيات الميدان. اما اللي خرج هنا راك انت انسحبتي، انت خرجتي، انت تخليت على المباراه. لان ما كاينش في كره القدم نستناو فيك ولا نحزروا فيك ولا ندخلوا نبوسوك نقول لك خرج كمل مع الناس. لا، كملتي اللعب فتبارك الله، ما كملتيش خرجتي انسحبتي، هذا قرار يهمك، انت خديتي قرار تحمل المسؤوليه. اذا الحكم يصفر. بلانتي دياز اخويا، بلانتي دياز اخويا، سكت لي البشر دياز. خسارة المنتخب المغربي للبطولة بعد ما لعيبة السنغال عيطوا ومدرب السنغال عيط عشان ركلة جزاء. شفناها كلنا وشفنا ازاي ابراهيم دياز اتشد. الحكام 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 وكله بيقول الحكام، فطبيعي انه الحكم هيبقى مضغوط، طبيعي انه الحكم هيبتدي يتشد، بقى كيتهجم اللعيبه وكيدير الضغط. وشوف في الاخر ديال الماتش شنو دار. هذا ما كان مهم. المنتخب دار المجهود ديالو رغم دوك الناس ديال الكولاسه السحر وكذا، تنظيم فاشل. راكم عارفين بنادم يشوفك زايد لقدام راه انت تشريت قشرارته واحد ما يحملك، عاد تبني تيران خيالي، دير تنظيم خيالي. طبيعي انك انت لما تقعد تقول المغرب بيفوز بالتحكيم وتوجه كل الناس انها تقول المغرب بيفوز بالتحكيم، فطبيعي ان الحكم اما هيلعب قدام المغرب هيبقى ضد يعني طبيعي نفسيا هيبقى ضد المغرب عشان ما يبانش انه بيجامل المغرب. يعني خسارة لقب المغرب بيبني عليه بقاله سنين. اخواتي تعالوا اتجمعوا كده بس، اخواتي المغاربه حواليا يا جماعه، غالبيه الناس ضد منتخب المغرب. مهم تحيه لكاع المغاربه. هذا ما كان راه عادي، هذا الشيء عادي. راه هذه هي افريقيا، اللي جا جديد كيشجع المنتخب راه هذه هي افريقيا، راه دايره بحال هكا. باش تعرف راه الناس ديال الرجاء، الوداد، الجيش وبركان منين كيدخلوا الادغال ديال افريقيا هما يعاودوا لكم، كاع اللي لعب في الادغال ديال افريقيا هما يعاودوا لكم على الخبث. ما تحطوش على الافارقه واللي ما كيستاهلوش، وحتى هذوك المنتخبات اللي ما عندهمش ملاعب فين يلعبوا الاقصائيات ديالهم. هذه اخر مره جا عندنا شي واحد شحال هذه وحنا كنعاملوهم مزيان، وفي اخر لحظه كلشي تقلب علينا. هنا غير باش تعرفوا ان حتى شي واحد ما كيستاهل، ولا كان شي خير نديروه في بلادنا احسن. كان يحتب الويتام دو فينا في كوت ديفوار باش يتيري بيلانتي، حكيمي عطاو بيلانتي ضرب في البارا. يا ربي ما تعاودش الفيلم، يا ربي يا ربي ما بغيناش نعاودو داكشي اللي عشنا في كوت ديفوار. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي.